كيبدا الفيلم ديالنا في مدينة لوس أنجلوس في ميريكان مع جوج مضيفات ديال الطيران صحابات سميتهم جيني وبولا. مشاو للمطار حيت عندهم واحد الرحلة هاد الليلة. منين طلعوا للطيارة تلاقاو مساعد البيلوت ويلزي اللي طلب من بولا تصوب له شي كاس ديال القهوة، ولكن هي لاحظت بأنه مريض فسولاتو مالك. هو قال لها مريض بالرواح حيت عاداه الكلب ديالو، وزاد قال لها كاع الكلاب ديال الحي مرض. المهم من بعد بداو الركاب كيطلعوا وكان معاهم واحد سميتو جورج مازال غير دري صغير. طاقم ديال الطيارة صيفطو جيني تكلف به حيت جاي غير بوحدو، هي بقات معاه حتى طلع وجلس في بلاصتو. موراها مشات عند واحد الراكب سميتو هنري جايب معاه الهامستر ديالو في قفص. فاش جاي يديرو في الخزنه اللي الفوق ما عرفش، تما جا عنده المساعد رالف باش يعاونو، ولكن فاش خدا منه القفص الهامستر عض رالف في يدو. هو ما داهاش في العضه حيت ما قصحاتوش. اما جيني خدات الهامستر وقالت له هنري غادي نديو نحطو لك في الصندوق ديال الطياره، وهو وافق. من بعد قلعت الطياره. هنا واحد من الركاب سميتو نايل خدم التليفون وبدا كيهضر ويغوت حيت كان معصب. جات عنده جيني وقالت له يطفي التليفون حيت كيخالف القواعد ديال الطيران. هو ما بغاش يسمع ليها، وتما جا عنده هذاك هنري دخل وزول له التليفون من يده وقال له راك كتعرض حياتنا كاملين للخطر. نايل تعصب عليه وقال له باش من حق جاي كتهضر معايا. جيني بردات القضيه بيناتهم وقالت نايل الا ما احترمتيش القوانين غير نوصلوا غادي نعلم بك البوليس يشدوك في المطار. موراها مشات للمقر ديالهم. تما لقات رالف اللي عضو الهامستر جالس ومريض بزاف. هو طلب منها تجيب له الماء فقالت البولا جيبوا ليه، وهي مشات عند هنري اللي لقاتو كيتفرج في الاخبار وكانوا مدوزين خبر عاجل على واحد المبنى في مدينه لوس انجلوس محاصرين مركز مكافحه الامراض حيت لقاو شي مرض خطير كاين تما. هنري قال لها من زهرنا قلعت الطياره قبل ما يوصلهم المرض ويتحبسوا حتى هما. موراها رجعت عند رالف طمن عليه فلقاتو ناعس. منين حطات عليه يدها تفيقو هو فاق وتقيا عليها. وهنا جات بولا دايره الكمامه والليكات ومعقم باش تعقم هذيك البلاصه، وقالت لجيني تمشي تغسل حالتها. جيني مشات للحمام كتنقي في حوايجها. منين غسلات وخرجات لقات رالف جاي قاصدها كيجري. هو تلاح عليها طيحها في الارض وبدا كيدق على البيلوت وكيقول له يوقف الطياره. تما جا هنري شد رالف طيحو في الارض، وجيني جابت الصماطي ديال ميكا يربطوه. هنا الطيار علم المضيفات باللي غادي ينزل بالطيار اضطراريا. المضيفات علموا الركاب يلبسوا حزام السلامه ديالهم ويهبطوا ريوسهم لتحت حيت غادي يوقعوا اضطرابات منين غادي تنزل الطياره. فاش بدات الطياره نازله جيني وبولا هزوا رالف جلسوا في الكرسي باش يلبسوا حزام السلامه، ولكن هو فاق وطلع على وجه بولا عضها منه. جا هنري غطى له وجهه بثوب ودخلوا سد عليه في الحمام. اما بولا مسكينه وجهها كله بدا كيسيل بالدم. دخلت وحده من الركاب سميتها شيله فرمليه بدات كتحاول تحبس ليها النزيف وضربات ليها ابره مهدئه وغطات ليها وجهها. من بعد الطياره نزلات في المطار. الركاب نزلوا وهما خايفين، ومنين وصلوا للبوابه ديال المطار لقاوها مسدوده. الموظف رجع داهم من الباب اللي كينقلوا به السلعه وحتى هو لقاوه مسدود، واي بلاصه كتخرج من المطار كانت مسدوده وما عندهم منين يخرجوا. شويه البوليس داروا على المطار وقالوا لهم نتوما دابا في الحجر الصحي غادي تبقاو هنا وما تحاولوش تخرجوا، وفي القريب غادي توصلكم المساعدات. الركاب كاملين تعصبوا وردوا اللوم كامل على جيني وقالوا ليها انت السبب، انت قلبي لينا على طريقه باش نخرجوا. جات عندها حتى هذيك الفرمليه شيله وقالت ليها صاحبتك بولا الا بقات كتنزف هكا غادي تموت، خاصها ضروري تمشي للسبيطار ولا على الاقل يجيبوا ليها غير الشنطه ديال الاسعافات اللي بقات في الطياره باش تحاول تعاونها. جيني باش تعتق صاحبتها قررت ترجع للطياره هي وشي وحدين من الركاب باش يجيبوا الشنطه. مع دخلوا بداو كيقلبوا على مساعد البيلوت ويلزي وحتى البيلوت حيت ما نزلوش معاهم. جيني فتحت الحمام باش تشوف رالف اللي كان محبوس فيه ولكن ما لقاتوش، وهنا خافوا ليكون خرجوا ادا البيلوت ويلزي. المهم منين بداو كيقلبوا بين الكراسه لقاو واحد الراجل راكب سميتو دوك وكان مشلول داكشي علاش ما قدرش يهرب معاهم. من بعد هبطوا للصندوق ديال الباجاج. تما بدات جيني كتقلب على الشنطه ديال الاسعافات. في نفس هذا الوقت لقاو القفص ديال الهامستر مفتوح والهامستر ما كاينش فيه، وحتى نايل منين كان كيقلب في السيكان لقى فردي عامر فخداه معاه تحسبا لاي حاجه توقع. هنا جيني منين طلعت راسها من التحت شافت ويلزي جاي كيزحف بين الكراسه وباينه باللي معضوض ومعادي بالمرض، وتما سمعت صوت التنفس موراها. منين دورت وجهها لقاتو البيلوت وحتى هو كان معادي بالفيروس. هو هزها من الفتحه طلعها ولكن قبل ما يقيسها ولا يعضها هنري طلع في اخر لحظه وبعدوا عليها ودخل حتى الموظف باش يعتق وكان حتى هو غادي يتعض ولكن فلت منه. هنا نايل طلع من الفتحه وتيرا في البيلوت قتلو ولكن طارت منه قطره ديال الدم وجات في عينين نايل. من بعد خرجوا من الطياره وخداو معاهم دوغ ورجعوا فين خلاو الاخرين، وهما جلسوا بداو كيفكروا كيفاش يحميو راسهم من الناس اللي تحولت زومبي وكيفاش يديروا الوقايه باش ما يتعداوش حتى هما. هنا هذاك الهامستر كان تابعهم جا وتلاح فوق راس دوغ وعضو. الولد جورج منين شافو جا دغيا ضربو بيدو ورماه من فوق راسو. الموظف وهنري دغيا شدوا الهامستر سدوا عليه وقرروا يدخلوا دوغ وبولا حتى هما للحجر الصحي حيت تعضوا.
هنا هذاك الموظف منين قلب الهامستر لقى شي رقم مكتوب له في رجله، وتما قال لهم هذا الهامستر ديال الاختبارات وباينه جاي من شي مختبر. شيله سولاتهم شكون اللي مدخل الهامستر ديال التجارب للطياره. جورج قال لها انا شفت هنري هو اللي جابو معاه. هنري قال لهم لا هذا ماشي الهامستر ديالي، حيت الهامستر ديالي جبته من الاكواتور وماشي ديال التجارب. جيني خدات هنري تهضر معاه بوحدهم وقالت له الا كنتي عارف شي حاجه على هذاك الهامستر غير قولها ليا. هو قال لها لا ما كاين والو. جورج غير بكثره الخوف والتلفات خلطت عليه الامور ويحسب له ديالي، وهكا قدر يقنعها وهي تاقت به. مور شويه لحق عليهم رالف اللي كان مريض وجا عاود قاصد جيني وبغى يتهجم عليها، ولكن من الزهر دخل الموظف وهنري شدوه دوروا له الحبل على عنقه وقجوه حتى مات. هنا الامن هضروا مع الموظف من برا وقالوا ليه الفريق الصحي جاو وغادي يدخلوا عندكم. شويه تفتح الباب والفريق الصحي دخلوا، كانوا لابسين لباس وقائي ودايرين ماسكات ومعاهم السلاح. هما قالوا ليهم يبقاو بعاد وما يقربوش. مشاو خرجوا دوكو بولا وضربوا ليهم ابره في يدهم وقالوا للاخرين كلشي اللي هنا خاصو يضرب الابره ولا ما غاديش نخرجوكم. هما كلهم خافوا ما بغاوش يضربوا الابره، ولكن زادت وحده منهم سميتها لويزا ومعها القطه ديالها. هي خافت على القطه ديالها التعاده وقررت تضرب هي وياها الابره. منين جلست باش يضربوا لها الابره القطه ديالها جهلات وعضاتها. واحد من الفريق بدا كيتيري في القطه، وهنا هذاك الراجل دوك كان واقف مور اللي كيتيري وفرمشت عين وقف على رجليه واخا مشلول وتلاها عليه عضو حيت صافي رجع زومبي حتى هو. داك اللحظه بدات الفوضى، شي كيجري شي كيتيري شي كيغوت. الفريق الصحي خافوا وخرجوا على برا. واحد من الركاب بغى يتبعهم، تما حاولت خطيبته ني كتشدو ما تخليهش يخرج، ولكن هو ما سمعش ليها ومشى خرج. غير خرج الفريق اللي على برا بقاو كيتيريو فيه حتى قتلوه حيت اعتبروه تهديد عليهم. الركاب الاخرين منين شافوا هاد الشيء ما قدر حتى حد فيهم يخرج. الموظف شاف واحد من الفريق الصحي طايح حدا الباب وما قدرش يخرج حيت جات فيه قرطاسه في رجليه. داك الساعه تعاونوا وجروه دخلوه وموراها سدوا الباب. وهنا سمعوا صوت الطيارات. الموظف قال لهم يلا ندخلوا لواحد الكاميو. بداو كيدخلوا ومرات نايل ما بغاتش تطلع ليهم وبغات تبقى مع راجلها اللي ما خلاوش يدخل معاهم حيت بداو عليه الاعراض ديال الزومبي وما خاصهمش يغامروا حيت يقدر يتحول ويعضهم. هما حاولوا يجروها يطلعوها ولكن نايل صافي تحول وما بقاش عاقل وجرها عنده، فاضطروا يسدوا عليهم الكاميو. منين سدوا جيني تفكرت صاحبتها بولا، هي قالت لهم خاصني نمشي نجيبها. حبسوها وما خلاوهاش تمشي حيت بولا معضوضه. جيني قالت لهم ولكن راه ضربوا ليها الابره يعني ما غاديش تحول. شيله جاوباتها هذاك ماشي دواء ديال المرض حيت كل ابره كانت في لون وكل وحده مكتوبه عليها سميه في شكل. منين دخلوا صحابنا وتامنوا الموظف سول السيد اللي دخلوا من الفريق الصحي وقال له شنو كتعرف على مركز السيطره على الامراض وشنو واقع حتى ولينا في هذه الحاله. السيد قال له المشكل وقع بسبب واحد المركز ديال الكيمياء البيولوجيه. هذا الشيء كامل وقع قبل من ساعات من دابا فاش الفريق ديالهم مشى لواحد البنايه سكنيه داروا بيها. ومنين قلبوا في الطوابق الفوق لقاو مختبر بيولوجي كان فيه واحد هو اللي صنع هذا المرض، وباش يقلب له على علاج تلقوا بين الناس باش يدار عليهم التجارب. الموظف تعصب بزاف منين سمع هذا الشيء، هز السلاح في وجه السيد وقال له دابا نتوما سادين عينا باش ديرونا فئران ديال التجارب. هذاك السيد زول له الفردي من يدو وتيرا في راسو وهكا مات قدامهم. هنا الموظف بدا كيفكر في شي طريقه يهربوا بها. هو قال لهم باللي كاين واحد الممر في الانفاق كيكون ديما مفتوح ولكن ما عرفش فين كاين بالضبط. وهو جالس كيشرح ليهم تما نزلت عليه يد مساعد البيلوت ويلزي من الفتحه الفوق فشدوه كان غادي يطلعوا عنده. الموظف قال لجورج يبرك في واحد البوطونه خضراء خلات الكاميو يتحرك للفوق. هكا بقى طالع حتى برك على ويلزي ومات. موراها فتحوا الكاميو وخرجوا. هنري لقى القرطاس وخداه وداروا في الفردي حيت كان خوا. اما نيكا كانت غادا مورجيني شويه حتى تجرات من رجليها وهبطت تحت الممر. هما ما فهموش كيفاش حتى زلقات. الاخرين هربوا ولكن خرجت لهم بولا وكانت متحوله لزومبي. جات جيني اللي دغيا تصرفات ودفعاتها حتى طاحت من الفوق وماتت. هاد القضيه كانت صعيبه عليها حيت صاحبتها ولكن ما كان عندها حتى شي حل اخر. من بعد مشاو مجموعين للمكتب باش يلقاو الخريطه ديال المطار. هذاك الولد جورج سرق الشنطه ديال هنري ومن قلبها لقى عنده ورقه البحوث والتجارب على هذا الفيروس ولقى حتى المصل المضاد ديالو. هذا الشيء كيثبت انه هو اللي صنع هذا المرض. الموظف كان كيقلب في المكتب وقدر يلقى الخريطه ديال المبنى. وهنا جا عندهم نايل ومرتو وبجوجهم كانوا تحولوا وهجموا عليهم ولكن دخل هنري وتيرا فيهم. منين ماتوا البقيه لاحظوا ان هنري تعض. هنا جورج ما قدرش يبقى ساكت وقال له ما تخافش على راسك راه عندك المصل باش تحمي راسك من الفيروس اللي صنعتي. ديك الساعه هنري ما بقى عنده فين يهرب فاعترف ليهم باللي هو اللي صنع المرض باش ينقص من عدد السكان ديال الارض حيت كثروا بزاف. الموظف ما قدرش يشد راسو وتلاها عليه باش يضربوا ولكن هنري تيرا فيه قتلو. تما هدد البقيه باش يوقفوا ويسكتوا ولا غادي يقتلوهم حتى هما. هو جبد المصل وحقن به راسو باش ما يتعاداش وشد جورج وداه معاه. هنا جيني وشيلا اتفقوا كل وحده منهم تمشي من الطريق باش يقلبوا على الولد ويعتقوه من
هنري. جيني منين تحركات شافت نيكا واقفه بعيد، فاش قربت حداها لقاتها متحوله حتى هي، فهربات وتخبعات منها. شويه شيله شافت جيني وجات عندها، تما عطاتها المنظر ديال الرؤيه الليليه باش تشوف به في الظلام، ووراتها حتى الطريق منين دخل هنري، وقالت ليها سيري عتقي الولد. جيني سولاتها وانتي علاش ما غاديش تمشي معايا؟ هنا وراتها يدها اللي فيها عضه، وقالت ليها غير سيري انت قبل ما نتحول، وانا غادي نبقى هنا ولا هي ليك هاد الوحوش باش انت تدوزي. شيله هبطات وبدات كتغوت، وتما تجمعوا عليها الزومبي كاملين، وهكا دازت جيني تبع الطريق اللي قالت ليها. هي لقات جورج واقف لتحت، منين شافها قال لها ما تنزليش، راه هنري ما قدرش يداوي راسو وبدا المرض كيشد فيه. ولكن جيني ما سمعتش لو نزلات. هنا شافها هنري وجا ليها يعضها، ولكن الدري جورج لقى الفردي ديالو طايح حداه في الارض فهزو تيرا فيه. منين طاح طلعت فوقو هي وبقات كضرب في وجهه بالعصا ديال الحديد حتى مات. فاش جات تخرج هي وجورج الامن شعلوا العافيه في البنايه. هي وجورج هربوا من حدا العافيه ومشاو للممر، تما عطاتو المنظار الحراري وقالت له سبقني انت الاول. قبل ما هي تدخل النفق حسات بالاعراض ديال المرض، فقالت له غير دخل انت وهرب، انا تعاديت ولا تحولت غادي ناديك. جورج لصق حداها وقال لها ما غاديش نمشي بلا بيك، وانا متاكد ما غاديش تاديني. وهنا جيني اضطرات تدخل معاه، بقاو غاديين وسط النفق حتى وصلوا للفتحه. جورج دخل بين الحديد وخرج حيت الجسم ديالو صغير، ومنين دار جهه جيني باش يخرجها هجمات عليه، ولكن كان عنده الزهر وخرج قبل منها. هنا عرف باللي صافي حتى هي تحولت لزومبي وما يقدرش يبقى حداها حيت غادي تاديه، فخرج وقرر يكمل الرحله ديالو وسط المدينه اللي كلها ولات زومبي، ودابا خاصو يتكلف براسو بوحدو باش يبقى حي وسط هاد الكارثه. وهنا تسالى الفيلم ديالنا. نتمنى الملخص يكون عجبكم، وما تنساوش تفرجوا في الملخصات الفايته وديروا اشتراك باش تفرجوا في الملخصات الجايه. تهلاو ونتلاقاو في الفيديو الجاي.